السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير المصري. ايه ده؟ تمام كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير المصري. معاكم احمد فتحي. حلقه النهارده حلقه جديده في سلسله كورس تصوير الفوتوغرافي للمبتدئين، وموضوع مهم جدا. بس قبل ما نخش في الموضوع صلى على النبي كلنا ناخد الثواب. يلا بينا على الموضوع النهارده. موضوع النهارده حياه وموت. موضوع النهارده ما فيهوش هزار. موضوع النهارده ما ينفعش يفوت منك. موضوع النهارده ما ينفعش تستهتر بيه. موضوع النهارده اللي انت شفته في اول حلقه، الفوكس. شفتني اول حلقه؟ انت ما شفتنيش. شفتني مزغلل، شفتني مش واضح، شفتني مش باين ملامحي. ده الفوكس ووظيفته. لما انا ظبطت الفوكس عليا وبقيت واضح زي ما انت شايفني دلوقتي كده، فكده اصبح الفوكس مظبوط عليا وانا متشاف كويس وانت شايفني بوضوح، واللي انا مش عايزه يبان معايا في الصوره مزغلل ورا شويه. ده دور الفوكس في الكاميرا. الفوكس بالانجليزي يعني تركيز او تركز. بالبلدي بتقول للكاميرا ركزي على ده ما تركزيش على ده. يا كاميرا ركزي على احمد بيصور دلوقتي فركزي عليه، عشان هو اللي بيتكلم. انا عايزه هو اللي يبقى واضح وباين، واي حاجه تانية مش عايزها هي بقدر التركيز على احمد. ده بكل بساطه الفوكس. الفوكس في التصوير الفوتوغرافي هو عمود اي صوره. لو صوره اضاءتها مظبوط، الاكسبوجر تريانجل مظبوط 100%، الاكسبوجر متر مظبوط 100%، والفوكس مش مظبوط، فالصوره باظت. لو انت بتركز على شخص والفوكس هرب منك على شخص تاني، ففوكس كده شكرا من الصوره باظت. الفوكس ما بيتعدلش في ايديت، الفوكس ما بيتعدلش بعد التصوير. مفيش حل ان انت تتعدله وانت او تظبطه وانت بتصور. فعشان كده بقول لك موضوع حياه وموت، لان لو الصوره فلتت منك اوت فوكس شكرا. لو انت بتصور لقطه مش هتحصل في العمر مره وفلتت منك اوت فوكس، مش هتعرف تعوضها تاني ولا تصلحها. عشان كده لازم تظبط الفوكس بتاعك صح وانت بتصور. الفوكس عندنا مانوال فوكس واوتو فوكس. بالبلدي مانوال فوكس فوكس يدوي زي ما انا عملت دلوقتي كده بالكاميرا وانا بتكلم معاكم في اول الحلقه. تاني حاجه اوتو فوكس، ده الفوكس اللي هو اوتوماتيك. بقول للكاميرا ركزي في النقطه دي او في المكان ده، الكاميرا بتركز على المكان ده، بدوس على الزرار بس هي بتركز. انما مانوال انا بظبط الفوكس بايدي زي هنا مثلا كده. يعني دي مانوال فوكس. بص انا بظبط الفوكس بايدي، ده فوكس دي 50 مللي كده. بظبط الفوكس بايدي، ده مش زوم، دي على الصبايا زي ما اتعلمنا. بظبط الفوكس بايدي. في هنا على جنب زرار مانوال فوكس واوتو فوكس. بص بخلي الكاميرا او العدسه بقلبها من اوتو فوكس لمانوال فوكس عشان لو انا عايز استعملها مانوال. الكاميرا فيها زي شبات كده او كونكتورز او حاجات معدن بتلزق في اللينس اللي بيركب عليها، وبتقدر تدي لللينس امر اعمل فوكس على الحته دي، ما تعملش على الحته دي. بناء على ايه؟ بناء على حاجه اسمها نقطه الفوكس في الكاميرا. انا بحدد انهي نقطه، اقول لها ركزي على النقطه دي، ركزي على المكان ده، وبحرك الكاميرا زي ما انا عايز في المكان اللي انا عايزه، وبحدد نقطه على وش الشخص، جسم الشخص، على المكان، على الشيء اللي بصوره. نقطه مهمه في تصوير الاشخاص برضو، الشيء بالشيء يذكر. تصوير الاشخاص الفوكس او التركيز بتاعنا بيكون على الشخص لو الصوره زاويه واسعه او صوره من بعيد، بيكون على الراس بتاعت الشخص لو الصوره نص الجسم او صوره من قريب، بيكون على عين الشخص لو الصوره اقرب من نص الجسم او بيكون هيد شوت او صوره للراس بس. حبيت اقول لك معلومه زي كده في النص عشان تاخد بالك منها بعد كده. طبعا في الكاميرات في اوضاع الفوكس اللي هي اشهر وضعين او اشهر 3 اوضاع في الفوكس في الكاميرات. بيختلف اسمها من كاميرا اي اف اس او اي اف سي، مش هتفرق المسمى قوي، بس عايز تعرف ان في 3 اوضاع. وضع اللي هو التصوير فوكس بنقطه واحده او التصوير بمكان واحد. يعني انا كاميرا بصالي عامله فوكس عليا مثلا، هتصور. لو انا اتحركت من مكاني الكاميرا مش هتجري ورايا بالفوكس، الكاميرا مركزه على حته معينه. يعني بمعنى صح المكان اللي بشاور عليه وبقول للكاميرا صوري هنا وبدوس على زرار الفوكس وبصور، ان لو الشخص او الحاجه اتحركت الفوكس مش هيروح معاه. ده وضع. تاني وضع الفوكس المتحرك. لو انا بصور رياضه، بصور حيوانات، حاجه متحركه، هل افضل بقى اركز هنا الحيوان يقوم ماشي، اركز هنا يقوم الشخص ماشي، اركز هنا؟ طب كده انا مش هخلص، كده مش عارف اصور. بشتغل بوضع اللي هو المتتالي او السيرفو بمعنى اصح، اللي هو بدوس على زرار الفوكس اللي هو بالمناسبه زرار التصوير نص دوسه، الفوكس بيفضل متحرك مع الشخص او الشيء اللي بيتحرك عشان ما يهربش من الفوكس واقدر اجيبه وهو مظبوط. في وضع الثالث بقى اللي هو بيعمل يعني ميرج بين الاثنين او دمج بين الاثنين، شخص واقف بيعمل عليه فوكس عادي، اتحرك الفوكس بيمشي معاه. ده موجود في معظم الكاميرات بس ما بنصحش باستخدامه. خليك لو تصور حاجه ثابته بوضع اللي هو الثابت اللي هو بيخليك تركز على حاجه ثابته. لو بتصور حاجه متحركه هات الوضع اللي بيخليك تركز على حاجه متحركه. طبعا في الكاميرات الانتري ليفل او الكاميرات المتوسطه، الكاميرات الاعلى او الميرورلس او الكاميرات الاحترافيه قوي بيكون فيها حاجات افضل من كده طبعا لاستخدامات اخرى. وكل الكاميرات دلوقتي فيها نظام الفوكس ده، لما بتاخد الفوكس والكاميرا بتلقط فوكس ان هي خلاص مسكت الشخص ده او الشيء ده بقى في الفوكس، بتعمل لك الصوت ده. الصوت ده موجود في كل الكاميرات. لما بتاخد الفوكس بس هو بيعمل لك الصوت ده عشان انت في الامان، عايز تصور الشخص في الفوكس او الشيء في الفوكس،
او انا ركزت على حاجه. طبعا بقى لما تصور الصوره انصحك تعمل زوم تشوف الصوره فعلا ان فوكس ولا لا، لان الكاميرا ممكن تهرب، اللينس ممكن يهرب، ممكن يبقى الفوكس يجي على الشخص اللي وراه بس انت شايفه على الشخص اللي قدامه. فنصيحه مني بعد ما تصور الصوره اعمل زوم بس كده سريعا شوف الشخص فعلا ان فوكس ولا مش ان فوكس. وملحوظه ان فوكس يعني في الفوكس او متركز عليه، او فوكس يعني مش متركز عليه او بره الفوكس او مزغلل كده. يا رب اكون فدتك وفهمتك حاجه في الموضوع الفوكس ده، انه موضوع مهم جدا جدا جدا، ومكملين في سلسلتنا زي ما احنا مكملين في محاضراتنا زي ما احنا. لو مش فاهم اي حاجه سيب لي في الكومنتات تحت الفيديو سؤالك او استفسارك هحاول ارد عليك على طول، وما تنسانيش من دعائك، وسلام.